مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. اللي قلبه حلو ما يتخافش عليه، الناس في الأرض تحفر له وربك من فوق ينجيه. وحقيقي وعن تجربة والله، طول ما انت قلبك نظيف مش شايل كره لحد ولا بيحسد حد على نعمة أو بيحقد عليه، وطول ما انت نيتك سليمة وقلبك أبيض ما يعرفش طريق القسوة رغم اللي بيشوفه، هتلاقي ربنا موقف لك ولاد الحلال وينقذك في الوقت المناسب ويسخر لك عباد الصالحين من حيث لا تحتسب. اللي قلبه حلو ربنا دايما بيحوش عنه الغلط، حتى لو الدنيا كلها ضده بيطلع منها سليم، لأن نيته بيضة وقلبه نظيف. في نوع من الناس قلبه مفهوش غل، لا بيحسد ولا بيحقد ولا بيتمنى الشر لحد، رغم انهم اكتر ناس اتوجعوا بس عمرهم ما بدلوا الوجع بوجع. الناس دي ما بتخافش عليها لانهم ليهم رب شايف حافظ وساتر سبحانه وتعالى. احكي ليكم قصة عن صفاء. صفاء يمكن تتعلموا منها يعني معنى جميل لنظافة القلب. هي بعتت لينا على رسالة الصفحة. صفاء بتقول إنها كانت طيبة بزيادة، بتساعد الكل وتفرح الناس من قلبها، وفي شغلها اتظلمت واتحاربت واتقال عليها كلام مش فيها، بس كانت دايما تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنا قلبي أبيض وهفوض أمري لله، لأنه أكيد ربنا هيجيب لي حقي. وكان دايما عندها ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. ومرت شهور وفجأة حق صفاء رجع ليها من الناس اللي ظلموها، وقعوا قدام الكل وخسروا كل حاجة، واللي عملوه في صفاء اترد لهم وأكتر. ما هي الدنيا كده كاس وداير، وكما تدين تدان. صفاء بتقول إن ربنا عوضها خير وجات لها فرصة أكبر وأحسن، ومع أول مرتب من شغلها الجديد صفاء كانت لازم تتصدق منه، وفعلا بقت كل مرتب تطلع صدقة منه. بتقول لأنها شايفة إن دي تجارة مع ربنا، كل ما تصدق أكتر ربنا بيكرمني أكتر. هي دي صفاء، قلبها الحلو هو اللي نجاها. انتي كمان خليكي زي صفاء وتجري مع ربنا، ولو حد ظلمك سيبي ربنا اللي يجيب لك حقك وانتي واثقة فيه. قلبك الأبيض هو أقوى دراع في الدنيا، ممكن تمشي في الدنيا كلها وتتخبط بس عمرك ما تقع، لأن ربنا بيبص على اللي جواك مش على اللي في إيديك. لو نيتك سليمة هتلاقي الدنيا بتلف وترجع لك حقك، وهتلاقي الخير بيجيلك من أبواب ما كنتش حتى بتخبط عليها ولا تفكر فيها. خلي قلبك حلو بس مع وعي، وما تردش الإساءة بإساءة، ردها بدعوة. افرح للناس بصدق هتفرح زيهم وأكتر. افتح باب الخير حتى لو محدش شايف، ربنا وحده سبحانه اللي شايف. واحمد ربنا على سلامة النية لأنها عملة نادرة، وعلشان كده اسمعني كويس. طالما نيتك طيبة وقلبك نظيف، حتى لو اتفقوا عليك، حتى لو لفوا الحكاية ضدك، حتى لو الدنيا كلها قالت انك غلطان، ربنا عمره ما بيغسلك. ربنا شايف اللي في القلوب، وسبحانه لما يحب عبد بيحفظه، بيسخر له الخير وسط الشر، وبيحفظك من أي كيد بيدبروه ليك وانت مش حاسس، وبيطلعك من وسط الضلمة منور أكتر من الأول. يعني كفايتك عند ربك كفاية، ونجاة الطيبين مش صدفة، دي رحمة من فوق 7 سماوات. قولولي، عمرك قابلت حد طيب بزيادة وتحس ان دايما ربنا بيقف جنبه؟ انت شايف ان القلب الابيض بيعيش مرتاح ولا بيتعب؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، وخلي نيتك دايما لله، لان القلب الحلو الدنيا كلها ممكن تحفر له بس ربنا بيحوش عنه. دي كانت طبطبتنا للنهارده. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة.